بس كم تدخل في اليوم؟ والله أنا 200 ريال. 1500 إلى 1200. 2000 ريال 15. أمتنع على الإجابة. اليوم بنبدأ معاكم تجربتنا الرابعة مع العربات المتنقلة. لو ما يجي من التجارب إلا إني آكل ببلاش. كثير من الناس اول ما يجي بالي عربة متنقلة يتوقع انها فود تراك حقت اكل، لا، العربات المتنقلة في انواع كثير، في شيء يستخدمونه للاكل، في شيء يستخدمونه لصيانة السيارات والغسيل، في كثير من البنات يستخدمون العربات المتنقلة للازياء يبيعون فيها. هلا مدير، الحين مع شباب شغالين في فود تراك عربة متنقلة قاعدين يصلحون برجر. نواف كم اخذ منك التصليح على ما طلعتوا؟ نفس اليوم، بس انها تصنيع ماركة. صنعتوا العربة داخل السعودية ولا برا؟ داخل السعودية. أنا الحين في مصنع سعودي يصلح عربات متنقلة. ما يحتاج تروح برا، هنا في شغل كويس، وبحاول أطلع منهم خصم كويس. معي محمد الغصن مدير الورشة تبع سعودي فود تراك، زنينا عليه لين طلعنا منه بخصم كويس للشباب السعوديين. كم بتعطيهم يا محمد؟ والله أي واحد يجي من طرف تجارب هيثم راح نعطيكم خصم 5%. خذوا آخر سعر ثم نخلوا كود تجارب هيثم آخر شيء، ترى بيخصم لك بعد زود. الأشياء الكويسة عند سعودي فود تراك يصلحون لكم تصاميم 3D للشغل قبل ما يبدون في التصنيع، تشوفها بالكامل. ما شاء الله، هذه كلها أنتم مصنعينها؟ ترى المصنع هذا يجيب لكم المعدات، يجيب الافران، يجيب الثلاجات، المغاسل، يصلح لك كل شيء حتى التمديدات، وكل شغلهم مطابق للشروطات البلديه. انا الحين عند شركه اسمها FT فاكتوري، صح؟ موجوده في جده، مصنع FT فاكتوري يصنعون العربات المتنقله. لو كان عندك سياره مرميه في المزرعه ولا في الحوش لها كم سنه تقدر تاخذها وتظبطها وتشغلها عربه متنقله. وش تقدمون لنا خصم على اخر سعر يطلع معكم؟ نقدم ان شاء الله 5% ونقول ان شاء الله انها قابله للزياده لاي شخص يجينا من تجارب هيثم. النقطة الثانية، إذا أنت حاب تعمل عربة متنقلة بس ما عندك فلوس، ترى في جهة حكومية تقدم لك دعم. بنك التنمية الاجتماعي يعطيك قرض إلى 200,000 من دون فوائد، تسدد هذه 200,000 خلال 5 سنوات. غير ال5 سنوات يعطونك سنة مهلة ما تسدد فيها أي شيء. الحين داخل في واحدة من الفود تراك ومعنا واحد من الشباب السعوديين اللي شغال. عرفنا باسمك؟ مؤيد الصالح. شوف اليوم بشتغل معاك ترى يعني ساعة. ايوه لازم بروح. هذا عشان ما يمسك العجين في الماكينة. دوايا 5 دقايق. بالصوت. لا اله الا الله. نحط الفراولة. يستاهلون. وش أكثر موقف صار لك وأنت في العربة ما تنساه؟ نجاني واحد طلب من عندي حسابه ما تعدى 30 ريال وأعطاني 500 ريال وعلي ياخذ الباقي. ما شاء الله. يوم عرف إنه سعودي، السؤال اللي وهو يعطيني المبلغ قال سعودي، قلت هي سعودي، أعطاني ظهره ومشى. أنا طلعت من العربة ألحق أقول له خذ الباقي، قال لا دامك سعودي أنا أول واحد يدعمك. 500 ريال. اي احد مع عربه متنقله ما يقدر ترى يوقف في اي مكان، لا. يعني مثلا انا الحين في الرياض جالس عند حديقه الملك فهد الوطنيه، هذا من ضمن الاماكن اللي مرخصتها امانه الرياض للشباب اللي شغالين في العربات المتنقله يقدرون يجون ويبيعون فيها. اما انك تروح توقف في اي مكان ما صرحت لك البلديه انك تشتغل فيه، لا، ترى بيضفونك انت وعربيتك. الحين داخل الترك حق عيال حصه مع يا اخي محمد شغال يبيعون سمبوسه يسمونها اكلات رمضان. ظاهر الكاميرا فيها مطر. محمد كم صار لكم شغالين فيها؟ كل شهر. كم كلفتك تصنيع ذا العربه؟ كلفتني والله حول يمكن 3200 كلها التوتل مع الاغراض مع الماطور مع ذاك كلفتني 6. كيف شغل العربات اللي تنزلها؟ والله السلام عليكم شغل مضبوط. نعم. في بليله؟ في بليله. طيب عندنا الوالده بليله بس لا تحط لي زبده واجد. في بطاطس؟ في بطاطس. لا اله الا الله. هذه كم سعرها هذه؟ هذه ب70. ها؟ تصورنا ولا تصور؟ لا نصورها هو. تبي نصورك؟ والله تعال. ها هذه تبي تنزل ترى وين؟ في اليوتيوب.
ما شاء الله عساكم على القوة والله يوفقكم. صراحة من الناس المؤيدين لليد العاملة السعودية. الله يوفقك يا أخوي. وانا ادعي لي يا اخي. أنت عاد مصور أنت الأساس. يا خالة نبي دعوتك فين؟ الله يرفقكم والله يشجعكم ويسر امركم ان شاء الله. امين. تضيق المخرج من كل عسر يسر ان شاء الله. الظاهر الحين الطلب مجاني عقب. تبشر. اي مكان بلديه ما لها علاقه فيه ولا يحق لها انها تدخل داخله تقدر تبيع فيه بالراحه، بس برضو انت حرص يكون معك ترخيص من البلديه وان يكون معك بطاقه صحيه. ترى هذا اللي قطع انا. الحين ببدا معاكم تجربه مع 3 من العيال شغالين في عربه يصلحون اكل صحي. عبد العزيز ولا عبد الله؟ عبد العزيز. يا عبد الله ولا عبد العزيز؟ عبد الله. عبد الله انت. هذا عبد الله وانا عبد العزيز. عبد الله عبد العزيز. عبد العزيز. نظامكم في العربه هنا ايش قاعد يصلحون؟ هنا نسوي اكل صحي مثل صدور الدجاج نحط لك اياها مع الرز. وهنا نسوي الترياكي. هذا الرز ابيض. الدجاج من وين تجيبونه عبد الملك؟ والله احنا نجيب الدجاج اغلى انواع الدجاج اللي هو دجاج اليوم، نجيبه من الموردين، في الموردين دجاج اليوم نفسهم. يوميا تجيبونه طازج؟ يوميا طازج مبرد. مو بس ترى العيال اللي عندهم فترك، لا حتى البنات عندهم فترك. ما هي شغاله هي واختها رهف في عربه متنقله. هل مصرح لكم تشتغلون في الاماكن العامه في الشوارع في مكتبه المكفاءات الوطنيه في الاماكن هذه؟ لا غير مصرح لنا. لا ما جانا احنا من نفس البلديه. البلديه ما اعطتكم اي ترخيص؟ ايوه ممنوع احنا كبنات نشتغل برا. ما بعد طلع لهم تراخيص، لكن كلهم ان شاء الله بيطلعون برضو تراخيص للبنات وبيصير لهم اشتراطات محدده برضو على اساس تحافظ على سلامتهم ويشتغلون براحتهم في العربات المتنقله. العربات المتنقله مو بس اكل، فيها اتصالات، فيها غسيل سيارات، فيها صيانه. الحين معنا واحد من الشباب شغالين في عربه متنقله بس انها حقت غسيل. هلا عبد الله. احمد. احمد من الشباب اللي يشتغلون بنفسه على العربه المتنقله في غسيل السيارات. ما شاء الله مرتبه مره، ما توقعت بهالشكل. احمد توظف سعوديين معك في الغسيل؟ اتمنى صراحه. عندنا طاقات كبيره من الشباب السعودي او البنات جدا اذكياء، لازم يتحركون. عندك فكره طبقها، حاول تشتغل فيها، تبدا صغير افضل لك خلاص، بس انت تحرك والشغل بيجيك. تحت في الشرح حق الفيديو في رابط لاي شاب سعودي حاب انه يشتغل مع الفوترك، سواء مع الاطعمه او مع الغسيل السيارات او مع اي نشاط شغالين فيه شباب سعوديين، يقدر يقدم على الرابط. ان شاء الله يصير فيه تواصل بين اداره التجارب والشباب اللي عندهم عربات متنقله ويصير بينهم ترتيب. تعتبر ترى اول جيم تراك في المنطقه يعني. اول مره شفت الفكره. معاكم رخصه؟ اي نعم. فخلينا نجربها. تفضل. عندنا واحد من الشباب جيت مثلا تبي تصلح جوال، بدل ما تروح المركز الصيانه تجيك عند البيت. عبد العزيز ما شاء الله كم صار لك في العربه دي؟ 5 شهور. 5 شهور. وش الخدمات اللي تقدمونها يا عبد العزيز؟ الخدمات طبعا صيانه، اكسسوارات، صيانه مباشره، صيانه فوريه تكون عندك برمجه. اللي ما له خلق يطلع تروح المرسلات ولا تروح لاي مكان، عبد العزيز يتصل عليه ويجيك. بالنسبة لنقطة الشباب العاملين داخل العربة، لازم كل الشباب اللي يشتغلون داخل العربة المتنقلة يصيرون سعوديين. في شغلة مهمة، ترى أي أحد عنده عربة متنقلة ما عليه ترى أي أحد عنده عربة متنقلة البلدية يتابعونه وين ما يروح وين ما يجي. كل عربة متنقلة فيها جهاز تتبع، البلدية تقدر تحدد مكانك وين أنت فيه ويجون ويطبون عليك إذا أنت مخالف ويقرشعونك. انتبهوا. جاي الحين عند واحد من الفوت تراك موجودين على طريق الملك عبد العزيز، معاه أخوي صالح عنده تراك حق مخمخة. وش قاعدين تبيعون؟ والله احنا نقدم مشروبات باردة وحارة وحلويات. بالنسبة للشباب الموجودين عندنا، طبعا احنا كان تركيزنا كلنا انه يكون شباب سعوديين. عدد التيم الموجودين عندنا الحين فوق 10، احنا شباب وبنات. تركيزنا الاكبر كان على طلاب الجامعة، بحيث ان احنا نوفر عمل دوام جزئي لشباب الجامعة، بحيث ان نخليهم يختلطون مع الناس. اشوف ما شاء الله صالح مهتم جدا جدا في التفاصيل، في الاجهزة، في الترتيبات، في الاشياء. طبعا عندهم البوينت اوف سيل اللي هي مدى، عندهم كاشير
داخل العربة. الكاشير هذا ينظم حساباتك، مبيعاتك اليومية. الكاشير اسمها ما ادري تشوفونه ولا لا، فودك. بحاول اجيب ارقام الشباب اللي شغالين في هذه الشركة وازود لكم بارقامهم، وان شاء الله نطلع منهم عرض كويس. الحين طالع للشركة اللي عندها نظام المحاسبين، نوريكم وش عندهم. هلا والله. توني وصلت للشركة اللي قلت لكم قبل شوي في مهوخ بيعطونا حلول كويسة للشباب السعوديين اللي شغالين في الفوترك. هذه شركة اسمها فودك. فودكس ولا فودك؟ فودكس حل مثالي لاصحاب المطاعم من بساطة النظام وفلكسبيتي. عندهم كاشير، هذا عبارة عن جهاز ايباد، وهذا الكاشير اللي تحط فيه دراهم. سكت تشرينج. هذا وين؟ يلا نطلب. انا طلبت لك ترى اضلاع مشويه. ايوه كريمه 120 ريال، عاد انا عازمك عليها. والجهاز هذا وشو؟ هذا الويتر. هذا الويتر تطلب منه. يعني مثلا اقدر انا في الفوترك اذا فيها اكثر من واحد يصير واحد برا معاه هذا. اي معاه هذا. وجارب هيثم ودنا ان الرخصه تكون مجانيه لمده السنه الاولى مع سعر الهاردوير، وسعر الرخصه حتكون تقريبا كم يا معاذ؟ 3999. بخسر لكم العرض اللي قدموه شركه فودكس للعربات المتنقله اللي جايين عن طريق تجارب هيثم. قالوا نعطيك السيستم، جهاز ايباد، الصندوق ذا حق دراهم مع هذه تجي معاه صح؟ الطابع عندك. السيستم سنه كامله مجانا 3999. ناظر تصدقوا السعر اللي كانوا حاطينه للناس 4999 ريال. تجارب هيثم اعطاهم 3999. كلمة المرور تجارب هيثم. معانا الاخت العنود ومعانا هيلة، هم اللي يملكون هذه العربة. كم كلفتكم تصنيع العربة؟ يعني 170. 170,000. لا مع الأجهزة مع اللوجو ومع الاشياء هذه والله كلفت يعني حول 200 تقريبا. العدوى حقت العربات المتنقلة وصلت حتى للبنوك. بنك الراجحي عنده عربة متنقلة وصار فيه محفل كبير يفتقد وجود صرافات، ولا فيها صرافة ولا في مكان تقدم فلوس. ممكن تتصل على الراجحي يجي ويقدم لك السيارة. طبعا هذه الخدمة يقدمونها الراجحي من دون أي مقابل. لا مو بحاطين لك صرافة واحدة، حاطين صرافتين. هذه خدمات ولا بلاش؟ في نهاية هذه التجربة أحب أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الشؤون البلدية والقروية متمثلة بإدارة وأمانات المناطق في المملكة العربية السعودية على تسهيل للشباب السعوديين في إصدار التراخيص للمشاريع المتنقلة. أي أحد عنده مشروع سواء كبير صغير، أي شيء أنت تبدأ فيه استثمار لازم تعمل لك دراسة جدوى لو بسيطة. ممكن تحصل تحت في الوصف الديسكريبشن في انفوجرافيك مخطط بيانات تساعد الشباب في أنهم يبدون في أعمالهم الخاصة. شكرا لكل الشباب اللي تعاونوا معنا في تصوير هذه الحلقة وأبثرتهم وشغلتهم معي. أي أحد عنده سؤال له علاقة بالتجربة هذه اللي صلحناها يكتبه في هذا الهاشتاج هنا، وإن شاء الله أنا والشباب اللي شغالين في العربات المتنقلة بيجاوبونك فورا. واللي حاب يشوف التجربة اللي صلحتها قبل، تجربة إيكيا، حصلونها هنا. لا حطها هنا. أيوه. وإذا تبغى تشوف التجربة اللي قبل اللي صلحناها حقت ماكدونالدز حصلها هنا. إذا عجبتك التجربة لا تنسى تشترك في القناة، وإذا ما عجبك التجربة اشترك وأنت ما تشوف الجادة. معنا واحد من الشباب اللي استفادوا من التجربة اللي نزلت على اليوتيوب مع ماكدونالدز، اخوي عبد العزيز. عبد العزيز انت شفت المقطع اللي نزل على اليوتيوب؟ ايه شفته. بكل امانه وش رايك في الوظيفه في ماكدونالدز؟ والله الحمد لله انا انصح المتابعين انهم والله يشتغلون في ماكدونالدز. تنصح الشباب يتوظفون في ماك؟ اي والله بقوه. انصحهم وبقوه والله. تنصحهم بقوه. إيه وين تشوف نفسك يا عبد العزيز بعد فتره وانت تشتغل مع ماكدونالدز؟ بعد سنه سنتين ثلاث، ايش طموحك؟ ان شاء الله اني اكون مدير فرع. ممتاز ان شاء الله. ممتاز.